فيديو جديد ومهم جدا للناس اللي حابة تجيب يميش رمضان أو كمان تجهز تجهيزات رمضان. النهاردة إن شاء الله هعرض معاكم الفيديو ده حاجات كتير، هعرضها معاكم ما شاء الله كميات كويسة وحاجات إن شاء الله هتكفيني طول شهر رمضان وهيفضل منها كمان. ده بقى جمال التجهيزات اللي بتعملي حسابها من زمان، مش ان انتي علشان داخل رمضان تكوني رايحة بقى كده معاكي مبالغ في ايدك علشان تجيبي كل حاجة. لا، انا مش عايزة كده. الطريقة بقى اللي انا ماشية بيها، ولو ترجعوا لورا شوية في الفيديوهات بتاعتي هتلاقوا ان انا كنت دايما بحاول اقول لكم الحقوا وقتكم بدري علشان يبقى عندك كل حاجة وما تزنقيش نفسك. من ضمن بقى الكلام اللي انا بقوله لكم هي دي الطريقة اللي انا ماشية بيها، علشان كده بقول لكم الحقوا وقتكم بدري. تعالوا بقى اقول لكم الفكرة اللي انا عملتها النهاردة، ان يبقى عندي ما شاء الله الكميات دي كلها والحاجات دي كلها، وكمان من غير ما اتزنق في فلوس ولا عايزة مبالغ ان انا اخرج اجيب طلبات رمضان. وبعدين يا جماعة كل واحد بيجيب اللي يكفيه وعلى قده، علشان مش كل بيت زي التاني. بنحاول ان احنا نخلي البيت مليان بالخير، بس برضه ما نجيش على نفسنا بزيادة. الطريقة اللي أنا ماشية بيها يا حبايبي، تعالوا بقى كده هقول لكم تعملوا ايه علشان يبقى عندك كل حاجة وما تتزنقيش، لا في رمضان ولا في العيد ولا في أي حاجة. تعالوا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايب قلبي في قناتي، قناة حياة توفير مع اسمها محمد. يا ريت الناس الجديدة اللي بتشوف فيديوهاتنا يا ريت تعملوا لايك الفيديو وتكتبوا لنا كده ولو كومنت صغير، حتى لو هتصلوا على الرسول بجد أنا بفرح بيها جدا. يا ريت تصلوا على الرسول في التعليقات يا حبايبي، مش عايزة منكم أكتر من كده، وتنوروني بقى وتفرحوني باشتراككم في القناة. تعالوا بقى كده نشوف جبنا ايه وايه اللي احنا جهزناه لرمضان من غير ولا تكلفي على نفسك ولا تتزنقي ولا عايزة مبالغ في ايديكي. تعالوا بقى كده نشوف. زي ما احنا شايفين انا جبت البلح ده، بصراحة يعني ما اضحكش عليكم البلح ده انا لسه جايباه، لكن في حاجات كتير معايا في الفيديو بتاعنا النهاردة. كان في حاجات انا جبتها من قبل كده وممكن تكونوا انتوا شفتوها، ان انا عرضتها معاكم في القناة اكتر من مرة كفكرة ان انتي ما تتزنقيش في اي دخلة، لا مدارس ولا رمضان ولا عيد. زي ما انتوا بتسمعوا كلامي دايما ان انا بنصحكم، يعني ما تحاوليش ان انت في كل دخلة اي موسم زي مدارس او عيد او دخلة رمضان تكون ان انت عايزة مبلغ كده ان انت تخرجي تجيبي كل اللي نفسك فيه. لا والله، الطريقة اللي انا ماشية بيها يا حبايبي الطريقة دي بتخليك ان انت ما تجهديش نفسك في اي حاجة، وفي نفس الوقت بيكون بيتك مليان بالخير والبركة. تعالوا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الحاجة اللي احنا جبناها هي ايه. بس قبل ما ابدأ الفيديو اقول لكم بقى كده كل عام وانتم بخير، ورمضان خلاص على الابواب، ربنا يعيد علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير والبركة والصحة والعافية والفرحة يا رب لينا وليكم كلكم. تعالوا بقى كده نشوف. طبعا انا جبت البلح ده، انا جايبة اكتر من كده بس انا عرضت بس معاكم 3 كيلو زي ما انتم شايفين. طبعا الكيلو كنت جايباه ب45 جنيه. البلحة نضيفة وناشفة وكويسة، تعيش معاكي وتريحك، يعني حتى لو فضل منك للسنة اللي جاية ما تقلقيش. والله أنا عندي بلح من السنة اللي فاتت وهقولك برضو يا رب ما انساش اقولك ازاي تحافظي عليه من السنة للسنة يفضل عندك ما يحصلوش اي حاجة. طبعا زي ما احنا شايفين يا حبايبي انا قلتلكوا البلح ب45 جنيه. تعالوا بقى نشوف كمان في حاجات ملهاش صلة بالفيديو خالص، بس برضو يعني في حاجات كتير بحاول ان انا لو معايا اي فلوس فضلت معايا او ان انا بقلل من حاجة، لو رايحة سوق او اي حاجة بقلل حاجة واجيب بدلها حاجة تانية. طبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين انا قلت لكم في الاول بلح، جبت سوداني. السوداني طبعا ممكن نجيب تاني. السوداني ده كان عامل 65 جنيه، صراحة اسعار كويسة برضو. جبت كمان سوداني مقشر اللي هو بيبقى بتاع الحشوات الحلويات وكده، وبرضو لو حابة تعملي يعني وصفات بيه، في وصفة كده يا رب بس اقدر اعملها لكم، هعملها لكم
بالسوداني ده. طبعًا أنا جِبت كيلو، الكيلو عامل كام والله مش فاكرة عشان ما اضحكش عليكم، بس أنا يعني باحاول أعرض لكم الفكرة، وهاقول لكم برضه على كل حاجة على قد ما أقدر. جِبت كمان 2 كيلو ونُص والّا حاجة من سميد البسبوسة، دي عاملة على ما أفتكر إن هي عاملة 40 جنيه. الكيلو ب40 جنيه، جِبت حوالي 2 كيلو ونُص، يعني أنا قُلت له اوزن بال100 جنيه. جِبت كمان تُمن جوزة الهند، وجِبت كمان نُص سمسم بالمناسبة، ده سمسم هندي اللي هو النضيف، بيقولوا يعني ده أنضف حاجة. جِبت كمان ربع كيلو من الزبيب، لونه فعلًا كده حاجة كده يعني تفتح النِفس بجد والله، جماله ولونه شفاف جدًا ولا الدهب. جِبت كمان الفول، جِبت 2 كيلو فول، أنا كده كنت عندي فول كنت عايناه برضه في فيديو قبل كده، ادخلوا بس والله عندي فيديوهات كتير كنت عاملة تجهيزات لرمضان قبلها أكتر من 3 شهور، يعني عندي كل حاجة الحمد لله وما زنقتش نفسي. ما باحبش كده إن أنا يعني كل حاجة أبقى إن أنا قبلها أروح أجيب كل حاجة أنا محتاجاها، لا والله. إن أنتِ كل ما بيكون معاكِ مثلًا قرش بتجيبي حاجة بتحاولي توفّري منه، والله لو هتجيبي مثلًا كيسين بودر، كام كيس فانيليا ب10 جنيه فانيليا والّا حاجة، الحاجات دي بتبقى حاجات بسيطة بس بتجمّع معاكِ فلوس، يعني لمّا تجيبي الحاجات دي كلّها طبعًا هتعملي مبالغ، فما ينفعش. حاولي كده إن أنتِ يعني مثلًا حتى لو هتجيبي علبة جيلي زي كده لو بتستعمليه وسيبيها نسيها كده على جنب. برضه ممكن تجيبي يعني هاقول لِك إيه، ب10 جنيه جوزة الهند لو تقدري وتركنيها برضه. الكلام ده كله يا حبايبي زي ما قُلت لكم قبل رمضان ب3 شهور أو أكتر من 3 شهور، وأنا بصراحة باحاول إن أنا اللي أقدر إن أنا أجيبه باجيبه وأعينه علشان يبقى كل حاجة موجودة والحمد لله. زي ما أنتم شايفين بقى جِبت كمان نُص كيلو من تانج اللي هو بس السايب، جميل جدًا يا جماعة. الكيلو على ما أفتكر برضه كان عامل 130 جنيه والّا حاجة، جِبت نُص كيلو. عندي كمان اللي هي بودرة البرتقان، جِبت ربع كيلو بس، علشان طبعًا المانجا بصراحة بتبقى يعني أغنى شوية بالطعم. هي بصراحة يعني دي أو دي طعمه كويس، بس يعني تحسّي كده إن كلّه ميّال للمانجا بزيادة. جِبت كمان نُص كيلو زيتون، طبعًا ده أنا مش هاعينه لرمضان، ده إحنا كده هناكله. الكيلو برضه على ما أفتكر ما أعرفش كان عامل 120 والّا حاجة. وجِبت برضه كمان ربع كيلو فلفل أسود. الفلفل الأسود ده اللي ما نستغناش عنه دايمًا في كل الأكلات أو معظم الأكلات دايمًا بنحتاج الفلفل الأسود. برضه جِبت كمان نُص كيلو أكياس، الأكياس التلاجة دي اللي بنحفظ فيها كل حاجة، يعني عندِك أي حاجة خضار، أي حاجة عاوزة تحفظيها في الفريزر، الأكياس دي طبعًا جودتها عالية ونضيفة جدًا، فبتنفع معايا في كل حاجة. كمان جِبت ربع كيلو لوبيا، أنا بصراحة ممكن ما احتاجهوش، بس برضه يعني باحب إن يكون كل حاجة موجودة عندي كده. الحاجات دي يا حبايبي هتكفّيني يعني ما شاء الله للي يعيش آآ بعد رمضان كمان ما شاء الله كميات كويسة، وكلّها حاجات مهمة جدًا في البيت من أساسيات البيت. بس المهم الفكرة بتاعة الفيديو النهارده يا حبايبي إن أنتِ تقدّمي لكل حاجة أنتِ عاوزة تعمليها قبلها بفترة. دي المعلومة اللي أنا عايزة أوصّلها لِك، واللي أنا عاملة الفيديو علشانها النهارده، إن أنتِ يعني تشغّلي دماغِك كده وتحاولي إن أنتِ كل حاجة تقدّمي ليها، مش كل حاجة محتاجاها في وقتها. طبعًا أنتِ عارفة الظروف صعبة جدًا، مش معقول إن إحنا كل ما نكون محتاجين حاجة هنضرب الأرض هتطلّعها لنا، بالعكس والله أنتِ بتزنقي نفسِك وبتبقي زعلانة ومتضايقة إن أنتِ مش عارفة تجيبي حاجة خالص. فالفكرة يا رب تكون وصلت يا حبايبي، يا رب يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم. يالّا كده خلاص أقول لكم بقى كل سنة وأنتم طيبين. ربنا يجعله كده أحلى رمضان في الدنيا، ويبقى عليكم وعلينا كده رمضانات كتير، وكل سنة وأنتم طيبين يا حبايب قلبي. خلاص كده ما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.